أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم سلوى عبدو، ووردبريس ديفلوبر. هنشوف النهاردة أفضل الإضافات اللي ممكن موقع ووردبريس يحتاجها. غالبا مفيش أي موقع ووردبريس مش هيلجأ للإضافات دي. تابعونا للنهاية، ومتنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، ويلا بينا. عندنا أول حاجة لو احنا عايزين نحسن من سرعة الموقع بتاعنا، عندنا W3 Total Cache. دي بتساعدنا على تسريع الموقع عن طريق ان هي بتخزن البيانات بشكل مؤقت. عندنا بعد كده WP Super Cache، بتقوم بنفس المهمة وهي بتسرع الموقع بتاعنا. عندنا بعد كده ال Auto Optimize، دي بتحسن من ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، وبتخلي الموقع بتاعنا سريع برضو. عندنا بعد كده الإضافة الأشهر على الإطلاق وهي ال WP Rocket. قلنا ان احنا ما ينفعش نحط اكتر من اضافة او اكتر من بلجن بتقوم بنفس المهمة على الموقع بتاعنا. لازم نختار اضافة واحدة بس، وبيكون الاختيار ده على اساس الحاجات اللي احنا قلناها، سواء هي متوافقة مع النسخة بتاعت ووردبريس بتاعنا، سواء عدد التحميلات بتاعتها، سواء هي الانسب لينا ولا لأ. في اضافات ممكن تحملها او تنزلها وتلاقي ان هي عملت لك مشكلة في الموقع بتاعك، ولما توقفها تلاقي المشكلة دي اختفت يعني او راحت. فبالتالي البلجن دي مش هتنفع عندك على الموقع، فبنشوف بديل ليها وهكذا. لكن ما ينفعش نحط اكتر من اضافة بتقوم بنفس المهمة. بعد كده عندنا لو احنا عايزين حاجة لل ACO عشان نحسن ال ACO بتاع الموقع بتاعنا، عندنا ال Yoast ACO، الإضافة الأشهر في الحتة دي بالذات. عندنا الرانك ماس، برضو ال ACO. عندنا بعد كده all in one ACO برضو، دي برضو آه بتحسن ال ACO بتاعنا على الموقع. بعد كده لو احنا عايزين نحسن الأمان بقى بتاعنا على الموقع، إيه الإضافات لكده؟ عندنا أول حاجة word fence security. بعد كده عندنا solid security، دي بتضيف طبقة أمان. يعني الإضافات دي بتحمينا من إن يكون في اختراقات مثلا على الموقع بتاعنا وهكذا يعني. بعد كده عندنا secure security، دي واحدة من أقوى الأدوات عشان تراقب أمان الموقع بتاعنا وتحميه برضو. أوكي. عندنا بعد كده بقى لو احنا عايزين نبني الموقع بتاعنا أو نصممه، فاحنا محتاجين بيج بيلدر. البيج بيلدر دي ليها أنواع كتير، حاجات زي إليمنتور، حاجات شبه كده بالظبط. طيب احنا هنا عندنا ايه؟ احنا عندنا WP Bakery، دي طبعا بديل لإليمنتور، يعني مينفعش نستخدم برضو الاتنين. اوكي. عندنا بيفر بيلدر، دي من افضل الادوات برضو لبناء الصفحات. يعني ما نقدرش ان احنا نحط اكتر من بلجن بتقوم بنفس المهمة. البيج بيلدر دي ليها انواع كتير. انت لو مش مناسب معاك مثلا اي نوع من اللي انا قلتهم دول، فانت بتسيرش على، يعني بتيجي كده في البلجن وتسيرش على بيج بيلدر او تكتب بيج بيلدر، وبيظهر لك كل البيج بيلدر بقى المتاحة او اللي موجودة او اللي نقدر ان احنا ننزلها. اوكي. دي بيفر بيلدر برضو. عندنا بعد كده لو انا مثلا قررت ان انا مش عايز ايقون الواتساب دي اللي بتظهر، انا مش عايزها على الموقع بتاعي، ولكن عايز لايف شات. عايز الناس لما تدخل على الموقع بتاعي تكلمني بشكل مباشر، واتواصل معاهم بشكل مباشر من غير واتساب ولا اي ايكون من الايقونات بتاعت الابليكيشن دي. هل في حل لكده؟ في حل لكده. عندنا بلجن اسمها لايف شات. البلجن دي بتوفر ان احنا نتواصل مع الزوار بشكل مباشر. اوكي. عندنا بعد كده توك تو، دي برضو لايف شات، دي برضو بيبقى عندها نفس الفكرة. عندنا بعد كده زين ديسك. عندنا بعد كده زين ديسك، دي برضو لايف شات. لو انا عايز اضيف لايف شات للموقع بتاعي، ايكون لايف شات من غير ما تكون ايكون للابليكيشن. اوكي. عندنا بعد كده لو انا عايز اعمل فورم العملاء يسجلوا فيه،
عشان البيانات مثلا بتاعتهم توصل لي. فاحنا عندنا كذا بلجن للنقطة دي. عندنا contact form 7، دي اشهر واحدة I think في الحتة دي، واكتر يعني اكتر استخداما. يعني هنا 10 مليون اكتف، اللي هو حاجة كبيرة يعني. تمام. عندنا بعد كده WP forms، دي برضو مشهورة جدا، وبرضو مش هينفع نحط كذا اضافة في الموقع بتاعنا من نفس الفكرة. اوكي. عندنا بعد كده نينجا فورم، دي برضو بتقوم بنفس الفكرة، ان احنا بنعمل فورم نحطه على الموقع بتاعنا عشان العملاء يسجلوا فيه. تمام. انا دلوقتي مثلا لو انا عندي صور على الموقع بتاعي، وللأسف انا رفعتها من غير، دلوقتي الموقع عندي مثلا كبير او كده، وانا رفعتها من غير ما الصور تكون مضغوطة او بصيغة الويب بي، او يعني الصور تقيلة كده ومتقلة الموقع وعاملة لي مشكلة. فايه الحل؟ الحل بقى ان انا اشوف بلوجن تحسن الصور على الموقع بتاعي وهي موجودة مكانها، يعني مش هنحتاج نحمل وننزل ونشيل ونحط وهكذا. وده طبعا مش بيعفيك من ان انت تحمل الصور اصلا بالصيغة اللي مطلوبة من الاول. اوكي. عندنا اول حاجة سماش، دي بتضغط الصور بتاعتنا من غير ما تأثر على الجودة بتاعتها، يعني اكتر من مليون اكتف. تمام. عندنا حاجة بتقوم بنفس المهمة، وهي شورت بيكسل، بتقوم بنفس الفكرة برضو وبتضغط الصور بتاعتنا. عندنا ايمج فاي، دي برضو بتقوم بنفس الفكرة. اوكي. عندنا بعد كده لو انا عايزة اعمل متجر عليه منتجات او ابيع عليه برودكت، هل في حل لكده؟ في حل لكده. عندنا اشهر اضافة في الحتة دي الووكوميرس. بعد كده لو انا عايز لو انا مثلا المنتجات بتاعتي ديجيتال فقط، اللي هو مش منتجات مادية، ففي اضافة تانية بديل للووكوميرس، وهي الاضافة دي للديجيتال داونلود بس، اللي هو للمنتجات الرقمية بس. اوكي. بعد كده لو انا عايزة اعمل الموقع بتاعي كذا لغة، لغتين 3 4، فعندنا WPML اشهر اضافة. بعد كده عندنا بوليلانج، وعندنا ترانسليت بريس، دول كده بدايل WPML. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك واشتراك، واستنونا في الحلقات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.